قول اي حاجه. خد النهارده تالت يوم لينا في دهب. صحينا الصبح الساعه 10:30. هنكون مع الناس اللي احنا رايحين معاهم مزمير رحله 3 بولز سفاري. السفاري طبعا بيتش باجي. الثري بولز انا اول مره اروحها. البيتش باجي انا عارفها وركبتها قبل كده. هنرجع في الساعه 5 تقريبا. فلسه هنشوف بقى بالليل هنروح فين تاني. الفيديوهين اللي قبل كده هحطهم لكم في الديسكربشن تحت. بس يلا بينا. اتحركنا دلوقتي. دلوقتي وكله جبل تقريبا، جبل وبحر وشكرا، مفيش حاجه تاني. المفروض بقى اخش الكافيه دوت ونشوف بعد كده البيتش باجي اللي هنركبه. احنا وصلنا قدام الكامب اللي هم جابونا فيه. الخيمه ديت الله اعلم بيها، كله جبل بحر. بس مستنيين بقى البيتش باجي بنشوف. الرمل هنا حلوه الصراحه، تغرس زي التانية صخور. بس طبعا هنا ايه، شايفين فرق الميه دي؟ حفره جامده تحت اللي هو مش عارف ده 3 بولز ولا لسه هيودونا مكان تاني، الله اعلم. بس عامله زي البلو هول لما شفته في كذا، في واحده هناك برضو، واحده بعدها مش عارف ظهر ولا لا. لفيت الغطره بتاعتي من ايام المدرسه، بقى لها 5 سنين مركونه ما استخدمتهاش، بس عشان هركب البيتش باجي بقى وكده. دي البيتش باجي. عامله زي بتاعت اللي كانت في الامارات الصراحه، نفس كل حاجه، بس دي زياده شويه الفرامل اللي هنا وهنا. الناس اتحركت. مكان اسمه وادي جناية، مفيهوش شبكة طبعا. وكمان اقول لكم ايه، جوه في مكان تصوير، وقال لك لازم تشرب كوبايه شاي ب 10 جنيه. المهم يعني ندخل ونشوف الدنيا. قال لك قدامك 10 دقايق ونرجع تاني. بس تطلع فوق صراحة حلو، جبل. هنا قعدة بدوي وجابوا لنا شاي. بص كلمة في حقهم، كلمة في دي ب 10 جنيه اجباري. نطلع كل دوت واحنا ماسكين في الحبل. بس نطلع لحد فوق، لحد فوق هنا ماسكين في الحبل ده. كم من فوق جامد الصراحة. وادي تحس ان انت في واحة.
طبعا انا طلعت فوق كله جبل الصراحة تحفة. الصوت هنا عمال بيدوي. طلع بعد كده نركب بيتش باجي ونرجع من الطريق اللي مشيناه ده تاني هناك. سبحان الله، شوف في وسط الجبل يعني قدامك ميه وجوه في وادي. وقفنا شويه نتصور. انا دلوقتي اهوت مستنيين نروح 3 بولز بقى. صراحه كانت ممتعه ومنظر الجبل كمان كان جامد حتى الوادي. 3 بولز اللي هم 3 حفر لالوانهم هناك. تمام، انا كنت فاكرها هيبقى مكان وكده، بس بعد ما رجعنا قالوا لنا هو ده المكان اللي هنشوفه. طبعا ممكن نعمل سنوركلينج بس الجو تلج، فانا مش هجرب حاجه زي كده. في جمال بقى وخيل وحاجات من كده. و يعني ما اعتقدش ان انا هنزل اصلا ميه خالص طول ما الجو برد كده. درجه الحراره 20 او 22 بس، لا ما بحبش البرد. بس يعتبر كده اليوم هنا خلص. هنشوف بقى بالليل هيودونا مكان اصوره، مش هيودونا هنكمل احنا بقيه اليوم بس. طبعا يا جماعه انا رجعت الحمد لله وجيت الكامب تاني، ولقيت بقى عندهم مين؟ بحر. خد تعالى خد يلا. لسه متغدي دلوقتي، شكله متقل في الغدا، مش عايز حد ايه تعبه. سيب البتاعه دي بدل ما تبوظها بس. اهو قعدت العب معاه شويه بس كان بيلعب قبل الغدا، معرفش ماله. قول اي حاجه. خد تاخد دي طيب. المهم يعني ايه، هنقعد شويه وبعد كده نشوف هنعمل ايه بقى بالليل. ممكن نروح الجبل كده يعني. خلصنا وروحنا. اخر حاجه صورتها لكم، نمنا شويه ودلوقتي هنروح بقى الجبل طويلات. في كذا فقره وكده هصورها لكم وبس. يعتبر يوم خلص وبكره هنشوف اليوم هيعمل ايه. وصلنا يا جماعه خيمه الطباخ، هندخل بقى نشوف الدنيا ايه جوه، بس اكيد مش خيمه يعني. بس عاملين قعدات بقى. دي تقريبا الاستيدج اللي هيحصل فيه فقرات. احنا تقريبا هياخدونا قاعدين فوق. قعدنا فوق في الاستيدج. جابوا لنا شاي ضيافه. الناس لسه بتتجمع يعني.
السقف عليكم يا جماعه السقف. لا احنا عايزين كل الناس اللي قاعده تقوم تقف عشان اللي مش هيقوم مش هيشوف. مع الاغنيه عايز اسمع الصوت ده اللي بعد اذنكم. يلا يمين وشمال. ده انت اكتر شوقنا طبعا كده يومنا خلص النهارده، خلصنا كل الفقرات، نروح بقى ننام. بكره نشوف يومنا بيعمل ايه. جمعه الصبح هنروح.